مرحبا بكم مرة أخرى مع ضيفي السيد نور الدين البحيري. سي نور الدين، نرجع معك على حكومة مهدي جمعة اللي هو باش يشكل يعني حكومة بعد أيامات. الحكومة هذه باش تبدأ زعما مقابلها مشاكل كما التحركات الشعبية، كما الإضرابات اللي قاعدين نسمعوا اللي باش تصير في الأيامات الجاية. حسب رأيك الحكومة هذه باش تحل المشاكل هذه؟ في بالي النخبة السياسية والنقابية عندها حد أدنى من الوعي اللي يخليها تتأكد أنه هذه الحكومة في حاجة إلى الدعم والمساندة، وفي حاجة إلى تهدئة اجتماعية وتهدئة سياسية، وفي حاجة إلى من يقف معها من أجل النجاح في مهمته. ما نجيبوش ناس نقول لهم بالله خذوا مهمة في الظرف كما هذا وبعد نستقبلوه بالسب وبالتشويه وبالتشكيك، ولا نستقبلوه بالتهديد بالمظاهرات، ولا نستقبلوه بالتهديد باحتلال الولايات، ولا نستقبلوه بتقليع السكك وبالمناجم. نحن في بالي الاتفاق الحاصل بيناتنا واللي كانت الناس كل شركاء فيه هو أن نوفر شروط إنجاز الانتخابات في أقرب وقت، هو أن ننقذ بلادنا من الفتن لا قدر الله من الصراعات والنزاعات، هو أن نسرع بإجراء الانتخابات، وكي نقولوا إجراء الانتخابات يعني نوصل بلادنا لشاطئ الأمان، هو أن نسرع بالاتفاق على الدستور. البارح والحمد لله اتفقنا على قانون العدالة الانتقالية، وهو معناها وهي خطوة هامة وهامة جدا. وبالمناسبة نشكر كل الذين ساهموا في إعداد هذا القانون، ونذكر الخيام في وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية اللي رصت لهم كيما لحمة الكرومة متاكلة ومذمومة، ونشكر كذلك الأخوان النواب اللي البارح سهروا لساعات متأخر من الليل باش يتموا إن شاء الله يعملوا لنا كما في الدستور كما عملوا لنا في قانون العدالة الانتقالية، ويسهروا نصف الليل وما بعد منتصف الليل باش ننجزوا دستورنا، وإن شاء الله كذلك يتحلاوا بقدر أدنى من المسؤولية باش يتفقوا على هيئة عليا بتاع انتخابات مستقلة فعلا. نقول للخياني في أعضاء المجلس الوطني التأسيسي لسنا بحاجة إلى الموالاة، لسنا بحاجة إلى أعضاء هيئة مشكوك في مصداقيتهم، لسنا في حاجة إلى أعضاء هيئة ينتمون إلى هذا الحزب وذاك. نحن في حاجة إلى هيئة ذات مصداقية، إلى هيئة مستقلة فعلا، إلى هيئة تكون في مستوى الأمانة المحمول عليها، لأنه نحب نقول للعالم الكل أنه الديمقراطية والعروبة والديمقراطية والإسلام ما همش متناقضان، راهو حاجة ممكنة. وأن تونس العربية، تونس المسلمة، تونس الفقيرة اقتصاديا لكن الغنية بأبنائها والغنية بطاقاتها والغنية بكفاءاتها يمكن تبني وتحقق تجربة ديمقراطية من أعز ومن أرقى ما يحصل في العالم، وما حصل البارح في المجلس الوطني التأسيسي بالمصادقة على قانون العدالة الانتقالية، واللي جاء بعد أيام من وفاة رمز العدالة الانتقالية ورمز التسامح ورمز الوحدة ورمز التضامن، الزعيم العالمي، الزعيم الأممي، الزعيم الإنساني نيلسون مانديلا رحمه الله، رغم ان البعض قالوا ما تدخلوش على الكتاب الأسود زاد سي نور الدين البحيري، هذا ما نخفيوش يعني. معناها خلينا نشوفوا المتفقين فيه. علاش نجيو نتفقوا لازم تعمل لنا حاجه؟ لا نحب نواصل معك نتفقوا فيه. ولذلك نقول معناها ان شاء الله الناس الكل تعاونها، وان شاء الله تكون الناس الكل توقف معاها. ونحن من جهتنا كحكومه وحكرة نهضه نلتزم بدعم هذه الحكومه ومساندتها والوقوف معها كما وقفنا مع حكومه السيد باجي قائد السبسي عندما كان رئيسا للحكومه، وهو يشهد بذلك. وتوانسوا كل اللي عملنا مظاهرات ولا حرقنا ولا كسرنا ولا عملنا اعتصامات ولا دعنا لذلك، لانه عندنا غايه واحده وهو هدف واحد، هو الانتخابات وتونس ان شاء الله. سي نور الدين مازال عندي برشا اسئله وبرشا محاور نحاولوا نسرعوا في الاجوبه. سي نور الدين، خذيتوا من عند السيد مهدي جمعه رئيس الحكومه المقبل التطمينات فيما يخص الضمانات اللي كانت طلبتها بعض قيادي حركه النهضه، خذيتوا من عنده التطمينات فيما يخص يعني مستقبل الحركه، وشنو رايه وموقفه من التعيينات سي مهدي جمعه؟ مستقبل الحركه بيد الشعب التونسي. لا هذا كلام هذا حقيقة. مستقبل الحركة بعد ربي سبحانه وتعالى بيد الشعب التونسي، ونحن مطمئنون أننا لم نفعل إلا ما فيه الخير لهذه البلاد، وأننا والعالم الكل يشهد، وحتى الناس اللي معنا وفي المعارضة نفسهم يعرفوا كوننا بذلنا أقصى الجهد من أجل خدمة بلادنا، وما تحقق على أرض الواقع
خليني نقولها بكل وضوح. وشرف لهذه الحكومة أن ما تحقق على أرض الواقع من مكاسب للطبقة الشغيلة، من مكاسب لعمال الحظاير، من مكاسب لعمال الآلية 16 و20، من مكاسب للجهات المحرومة، من مكاسب للجهات المهمشة اللي اليوم نهني سيدي بوزير بكلية الطب وبالمستشفى الجامعي، ونهني قفصة بالمستشفى الجامعي، ونهني القصرين بكلية الطب الأسنان، ونهني جندوبة بكلية الصيدلة، ونهني كذا. شوف قول ما تحقق. هذا كلام سي نور الدين، كلام مع كل احترامنا العمل الحكومي علي العرايض، كلام هذايا يعني هديتوه لاهالي الجهات هذيا، انتم باش تخرجوا من الحكومه هذيا، وعندنا حكومه جايه وبرشا ناس وسمعناهم، والاخصائيين والناس اللي تحسب سي نور الدين يقول كذا كلام يعني هذا ظلم، نوع من تبيعوا في الكلام. هذا ظلم وكانوا تكرار، ولو اني ما نعتبركش تنجم يكون عندك الموقف هذايا وحاشاك يعني نسمعوا هذا شنو الناس اللي يقولوا في هذايا تكرار لكلامك. الناس اللي قبل تبدا الحكومه، قبل يوقع تشكيل الحكومه، قالوا هذه الحكومه فاشله. وقت اللي نحن عندما تعاطينا مع حكومه السيد باجي قائد السبسي قلنا له ربي يعينك وربي يوفقك ونحن معاك، عمل علينا نحن معاك من اجل تونس، نحن معاك، وما حتى نرسل العشاء في العجله وما قلعناش السكك باش توقف معناها انتاج فوسفات. هذه الحكومه خصت للتنميه لاول مره في تاريخ تونس في عامين اكثر من 11,000 مليون دينار لاول مره في تاريخ تونس. هذه الحكومه برمجت ل 12,410 مشروع وطني وجهوي. هذه الحكومه برمجت لانجاز زوز طرقات سياره ديزوتوروت، معناها باجة الكاف الجزائر صفاقس قابس مدنين. هذه الحكومة والحمد لله اقترحت واختارت أن تنطلق في إنجاز 3 كليات طب في عام، وقت اللي بلادنا فيها 3 كليات طب في 50 سنة. في الجهات اللي بعض الناس تعتقد أنها ما تحقش باش تكون فيها كلية طب. برمجت اقترحت ماذا أنجزت؟ ماذا أنجزت؟ برمجت. أنا اللي يهمني أنجزت، المواطن يسمع فينا ماذا أنجزت، مش برمجت واقترحت. خاطر أي حكومة تنجم تبرمج. هذه الحكومة برمجت 12,410 مشروع بقيمة 11,000 مليون دينار، أنجز منها تقريبا 5,000 مشروع وأكثر. هذه الحكومة شوف نعطيك مثال بسيط، نعطيك مثال بسيط. تنجمش تنكر أو ينجموش الموظفين في بلادنا اليوم والطبقة الشغيلة بصفة عامة والكثير من القطاعات ينكروا أن هذه الحكومة هي التي أنجزت من القوانين الأساسية للشغالين ما لم ينجز طوال أكثر من 10 سنين، وأن هذه الحكومة هي التي رفعت في أجور هؤلاء كما لم يرفع فيها معناها في تاريخ تونس مطلقا، وأن هذه الحكومة هي اللي سوات وضعية عمال الحظاير اللي كانوا يعدون بمئات معناها قرابة 200,000، وأن هذه الحكومة هي اللي سوات وضعية عمال الآلية 16 والآلية 20، وأن هذه الحكومة هي التي رفعت لأول مرة في تاريخ تونس المنح المخصصة للعائلات المعوزة، وأن هذه الحكومة هي اللي ردت الاعتبار للشهداء واعطتهم حقوقهم، وشغلت واحد عن كل عائلة شهيد، وشغلت كل جريح، وشغلت واحد عن كل عائلة لا يتوفر فيها رب عائلة. أن ما أنجز، نعطيك مثال فقط، ما أنزل في عنصر الماء الصالح للشراب في هذه الحكومة عام 2010 كان ثم 2460 مشروع، عام 2011 كان ثم 7,651 مشروع، عام 2012 كان ثم 6,964 مشروع، بما يعني أكثر من 400% زيادة على ما 2010. هذايا في الإنارة. كي ناخذوا معناها مثل الماء الصالح للشراب نجد تقريبا نفس الشيء بزيادة قرابة 300%. في الطرقات، في دعم موارد الرزق، في السكن وصلنا لزيادة عام 2011 في السكن تحسين المسكن، سواء كان المساكن الاجتماعيه او مقاومه الاكواخ. مالاش بالناس تتذمر سي نور الدين من الوضع الحالي يا سي نور الدين؟ احنا الناس الكل تقول لك احنا حصيله الحكومه هذه حصيله سلبيه للغايه، انهيار الدينار بطريقه عمرنا ما شفناها، تدهور كبير في المقدره الشرائيه، التصنيف الانتمائي نتاع تونس عمرنا ما شفناه، يعني ازمه قالت فاقت كل الاحتمالات. يعني اعطيني انجاز وحيد لحكومتكم، ما تقوليش كما قال الشيخ درج القانوني الماء ما تقطعش والضوء ما تقصش على ديارنا. انجازاتكم، لا انجازاتنا تشهد بها تونس. انجازاتنا انجازاتكم انهيار الدينار، انجازاتكم اللي الناس ما عادش نجم تشري، انجازاتكم الفقر زاد في تونس، انجازاتكم الطبقه الوسطى عمال يعني تهبط لحاله الفقر، وتونس في ازمه في جميع النواحي. للاسف الشديد
هذه دعايه التوانسه ما عادوش يصدقوها. دعايه التوانسه ما عادوش يصدقوها، باش ما نقولش كلمه اخرى. هذه دعايه سي نور الدين، فما ارقام، فما خبراء. نجم نكمل ما نعطيك الارقام، واعطينا ارقام مقابل انت. انا نحب نسال سؤال. نحن كانت سابقتنا حكومه، وانا الى حد هذه الساعه اشكر كل اعضاء الحكومه واشكر السيد رئيس الحكومه على ما بذله. ولكن الحكومه اللي كانت سابقتنا، تحكي على حكومة حمادي جبالي ولا حكومة؟ لا أنا كنت في حكومة حمادي جبالي، نحكي على حكومة السيد باجي قيس السبسي. وأي خاطر كنت في حكومة حمادي جبالي كوزير عدل. طبيعي. تحكي على حكومة باجي قيس السبسي. على حكومة السيد باجي قيس السبسي. في ظل هذه الحكومة واللي هو مش رغبة منها، ما ثماش حد يحكم بلاد يحب يدمرها، لأنه الحكم تونس بعد الثورة لهم سراق ولهم قطعية ولهم ديكتاتوريين، بذلوا أقصى ما يمكن من جهد من أجل تحقيق أهداف الثورة، ومن أجل إعطاء إرجاع الحقوق لأصحابها، ومن أجل تحقيق الكرامة لكل التونسيين والتونسيات. نحن عندما تحملنا المسؤولية في البلاد هذه كان ثم أحزاب هاربة من المسؤولية، وثم أحزاب قالوا لنا أنتم ناس بهالل مهبلة. علاش ناس بهالل مهبلة؟ قالوا البلاد فيها نسبة نمو أقل من 3%، إلا 3%. وقالوا البلاد فيها مئات الآلاف من العاطلين على العمل. وقالوا البلاد تعاني منها من أزمة اقتصادية لأنه اللي قبلنا ما خلى فيها حتى شيء، كلاها مصة، كلاها بعضمها بريشة بحشيشة بلحمها بكذا. وقالوا راهي مغامرة. اش قلنا نحن؟ قلنا نحن البلاد هذه. نور الدين عاينتوا الناس يعني اللي تابعينكم في المناصب، وقالوا يعني أنا يعطيك الصحة على السؤال. ضمنتوا على رواحكم في الكراسي، وقالوا وهذا ظلم آخر، وهذا ظلم آخر. سيكتشف التونسيون أنه مجرد دعاية ممجوجة. خلينا نكمل فقط. نخليك تكمل. نحن كيف نلقوا رواحنا بلادنا تعيش تحدي، وبلادنا تعيش ثورة، وبلادنا شعبها يحب ينجح ثورته. كان قدامنا حاجة من حل من حلين، يا اما نهرب ونحشي روسنا في التراب ونقول خلي تتعدى الموجة، ولكن نحرف كونه تتعدى الموجة يعني تونس تنهار وثورتنا تنهار، ونعيشوا وما تعيشوا بعض البلدان اللي جيراننا. ويما نتحمل مسؤولياتنا كيما تحملنا مسؤولياتنا في مقاومة الاستبداد، وكيما تحملنا مسؤولياتنا ودفعنا الثمن غاليا، ماناش وحدنا مع ابن شعبنا، نتحمل مسؤولياتنا ومستعدين باش ندفع اي ثمن من اجل انقاذ سفينة تونس. ماناش نحن اللي نهربوا من السفينة وقت اللي تبدا في الغريق، وماناش نحن اللي نتخلاو على خدمة شعبنا وقت اللي يحتاجنا، وماناش نحن اللي نحسبوا بمنطق الربح والخسارة، نربحوا ونعمل ندخل الحكومة ولا نخسر وسايب علينا وخلي غيرنا يحكم. نحن قلنا نتحمل مسؤولياتنا، وقلنا نشرك غيرنا معانا في هذه المسؤوليات. مشيت بعد غيرنا. انتخابات سي نور الدين، يعني مش قلتوا هنا قاعدين باين فما حتى حد ينجم يشد الحكومة هذه؟ كنا نجم نقولوا لا، ثم احزاب هربت. انتم ديما تقولوا انت تنكر كونه ثم احزاب هربت من الحكومة، انت تنكر كونه ثم احزاب هربت من الحكومة. نجم نسألك أنا، أنت موجود. قل لي أنت. ونحن كيف اخترنا باش نحكم قلنا نشارك غيرنا، مش نشاركوا في الخساره كما يحكيوا، لا نشاركوا في اعاده بناء تونس وفي اعاده صياغه مستقبل تونس. كنتوا خايفين من الفشل من الاول، وهذاك علاش ما كنتوا حبيتوا تجيبوا احزاب اخرى معاكم. شفت الظلم، شفت الحكم على النوايا. ثم ناس بتلهف في الحكم، ثم ناس بتعطش الحكم، بتعطش الكرسي. ثم واحد ينتخبوا الشعب باغلبيه يقول نقسم. شفتوا واحد يقسم الحكم مع غيره؟ تاني تعمل في انقلابات وتقتل في الالاف من اجل الحكم ومن اجل الكرسي. الحمد لله ماناش مبليين بهالبليه هذه بتاع تعطش للكرسي، لانه بالنسبه لنا احنا الكرسي امتحان وفتنه، وديما نقول ان شاء الله ربي سبحانه ولا يفتن. وانا واحد من الناس كنت كي كانوا يهنيوني بالوزاره في وزاره العدل على فكره، كنت اقول لهم ان شاء الله ربي يخرجنا ربي منها سالمين. واحد من نهارين قالها لي، قال لي نذكرك مليح كي كنت نقول لك يا ولدي مبروك، كنت تقول ان شاء الله ربي يخرجنا منها سالمين، وفعلا نقول ان شاء الله ربي يخرجنا منها سالمين. يخرجنا منها سالمين ان نكونوا بذلنا اقصى ما يمكن لنا، نجحنا ما نجحناش هذاك بيد ربي سبحانه وتعالى. يخرجنا يعني سالمين. كل شيء ايجابي سي نور الدين، كل شيء يعني ملائكه في الحكم. لا ما ثماش ملائكه، ثم بشر يخطئ ويصيب، كي يخطئ يقول راني اخطأت ويتراجع الخطأ نتاعو، والرجوع الحق
فضيله، وكي يقول عملت حاجه باهيه يقول راني عملت حاجه باهيه ويستنى من غيره باش يشهد فيه شهاده حق. نحن في الاصل الناس والاعلام لا نجامل ولا نعادي. نحن كي يعمل الحزب العمال الشيوعي حاجه باهيه نقول عمل حاجه باهيه، مش لان نختلفوا مع السيد الباجي قاس السبسي تولي تجربه الحكم نتاعو كلها خايبه ما فيها حتى شيء باهي، او نختلفوا مع السي فلان تولي باهي. ثم الباهي وثم الخايب. نقول للمسيء اسات والمحسن احسنت، ولكن ديما بيروح الاخوه الوطنيه العاليه، بيروح معناها البحث عن الافضل، مش بيروح التشهير والتشويه. لكن خلينا نرجع لكم كل حال على الشيء اللي عملناه، تقييم الشيء اللي عملناه. نحن خصصنا اكثر ما يمكن، لانه بلادنا كانت محتاجه، بلاد كانت محتاجه لشيء من التوازن بين الجهات، بلاد كانت محتاجه للتشغيل، بلاد كانت محتاجه للكف عن تهميش الجهات معناها الداخليه، الجهات المحرومه، الشريط الحدودي المسكين معناها من اقصى الجنوب لاقصى الشمال اللي عانى من التهميش طوال عقود، ولا جات الثوره باش تعطي حقه. ما هكا، ولا جات الثوره باش تعطي حقه، وجات الثوره باش تحسوا كونوا تونسي كيما التوانسه الكل. ايش عملت له الحكومه؟ ايش عملت له الحكومه هذيا والناس اللي نسمعوا فيها حتى البارح من سيدي بوزيد والقاسرين والسلينا سي نور الدين، شنو عملتوا لهم من الجهات هذوما؟ ما تقوليش مشاريع نتاع كليه الطب. لا مش فقط، لا مش فقط. خصصنا له ميزانيه لم تخصص مطلقا في تاريخ البلاد، ما اشتريناش بها تياير فلوس تونس، وما عملناش بها قصور، وما مشيناش نحوسوا بها في الخارج. كل ما تملكه تونس وكل ما نجحنا في انه نجيبوه من استثمارات خصصناها لهذه الجهات وغيرها. ومشوا زوروا سيدي بوزيد على كل حال. يوم سيدي بوزيد عاملين يوم غضب نهار 17 سيدي بعض الناس عاملين يوم غضب، قال ما جاتنا حتى شيء من الثوره هذه ولم يغير شيء في حياتنا. عين الرضا عن كل عيب كليله وعين السخط تبدي المساوى. بعد هذه سيدي بوزيد اسمح لي نطرح عليك سؤال. انت وزير مستشار لدى رئيس الحكومه، الدور يعني تمشي في الجهات، تمشي لسليانه والقاسرين والجهات المهمشه اللي احنا عملنا عليهم هوني تقرير وهاجوا علينا الناس علاش عملتوا التقرير هذا نتاع الجهات المهمشه. نهار بركه كان وفد حكومي في قابس. نحكي على نور الدين البحيري. نور الدين البحيري يدور وما يدور، وشو يخرج ويمشي لبن عروس، يعني واعي بالواقع اللي عايشين بعض الجهات اللي هما مهمشه بطريقه يعني وعارفين ما تحقق وعارفين انه ما عندناش عصا معناها سحريه باش نحلوا بها المشاكل في نهار، وعارفين كذلك انه ثم حمله تشويه تستهدف هذه الحكومه وتستهدف التعميه على انجازاتها، بل تستهدف التغطيه عليها. وعارفين كونوا شعبنا في الجهات عارف كونوا ثم كياس قدامه تعمل، وما نجمش ينكر كونوا الطروط نتاع صفاقس قابس اليوم معناها تحقق منه الكثير، وما نجمش ينكر كونوا الطريق السياره وادي الزرقاء الكاف تخدم منه برشا، وما نجمش ينكر كونوا مشاريع مبرمجه من وقت حكومه ما قبل الثوره. سي نور الدين البحيري هذه شنو هي المشاريع هذه مثلا نتاع لي زوتوروت؟ ولا يمكنها لم تنجز لانه فلوسها تعملت بها قصور وتشريت بها تياير وتبنات بها في امتدار الديار في سيدي بوسعيد وفي الخارج، وتحطت في البنوك الاجنبيه باش ما نسميش حتى بلاد. ولكن شرف لهذه الحكومه ان خصصت الاعتمادات اللازمه لانزاج هذه المشاريع. هو الفرق بين الحكم المستبد الفاسد وبين الحكم الصالح اللي يحاول يعمل اقصى ممكن. مش ممكن شعبنا شعب طموح، وشعبنا شعب عنده عينيه محلوله برشا، والحمد لله شعبنا شعب معناها مثقف، شعب واعي، بين اللي يبذل جهده وبين اللي يعطي ما عنده، بين اللي يخصص كل ما يمكن يخصصه من اجل القاسرين ومن اجل سيدي بوزيد ومن اجل سوسه زاد ومن اجل صفاقس ومن اجل تونس. نحن ما نفرقوش بين شعبنا، وبين اللي ياكلوا ويسرقوا وينهبوا اكثر من اللي يصرفوا على شعبه. هذا الفرق. نحن نبذل اقصى ما يمكن من جهد من اجل تشجيع الاستثمار، من اجل انجاز المشاريع، من اجل المناطق الصناعيه في الجهات اللي عمرها ما صارت، من اجل ايصال الماء صالح للشراب لابناء تونس، من اجل ايصال الكهرباء لاقصى المناطق، من اجل توفير الكرامه للعائلات المعوزه والزياده في المنح وغيرها. نحن نبذل اقصى ما يمكن. طيب الذي تحقق في مستوى طموحاتنا نقول لك لا، ما زلنا نطمح للخير، ما زلنا نطمح الى افضل، ما زلنا نطمح الى مهم. ولكن التوانسه من قبل لي للفوار للرماده مرورا برعلي بن خليفه وبجبنيانه وبقبلات وبسوسه وبصفاء وبالمهدي وبغيرها، يشوفوا الكياسات اللي تعملت ما نجمش ينكروها، ويشوفوا في المباني اللي تبنات والمؤسسات اللي قامت، ويشوفوا في المناطق الصناعيه اللي تهيئت، ويشوفوا في الموانئ اللي تصلحت،
ويشوفوا نقول هذا ليس في مستوى طموحنا، ولكن نطمح، ولكن خلينا نرجع المياه العميقه. ما حتى المياه العميقه مبرمجه من قبل زاد. وين فلوسهم من المياه العميقه؟ علاش ما تعملش؟ علاش ما تعملش؟ علاش ما تعملش؟ نسألك كان لانه وين فلوسك يا حمار؟ رد بالك وين فلوس الحمار هذاك؟ لا لانه فعلا لانه ما خصص من اموال وما خصص معناها كذا، والدراسات كانت تحكم اعتبارات جهويه، ردي هذا وخلي هذا ودير هذا، وما كانش تم كذا. اليوم كي الحكومه تقرر في عام فقط انجاز 3 كليات طب في 3 ولايات، لا خلينا نقولها مثال لان بقات في قلبي، لانه للاسف الشديد تو لو كان ما عملناش يقولوا ما عملوش، ويقولوا راهو والله هاكا الحوايج الباهيه بقات للولايات الساحليه، هاو نفس صفاقس تحكيوا على تبروره وفي سوسه فهمتي الامور كذا، وحتى طريق السياره راهي خارجه من غادي معناها راهي مش تعدى على القروان وغيره، وكي نعملوا يقولوا كيفاش عملتوا؟ ليش عملتوا؟ هذه دعايه. لا مش دعايه، لا شعبنا والجهات اللي تحرمت من حقها في ان تعتبر جهات تونسيه. جهاتنا لعنات من الحقره، خلينا نقولها عنات فعلا من الحقره، وجزء من المواقف الرافضه لانجاز كليات الطب في مدنين. رسلتوا الميزانيات نتاعهم سي نور الدين الكليات هذوما؟ جزء من الناس وهم قله والحمد لله اللي رافضه لانجاز كليات الطب في مدنين وفي القصرين وفي سيدي بوزيد وفي الكاف وفي جندوبه وربما في قابس وفي قفصه. هذوما يحبوا يقولوا لنا راهو كيفاش انتم مش تعملوا كل الطب زعما في قفصه؟ كيفاش؟ هاو نسالك انا. معقوله هذه؟ رصدتوا الميزانيه نتاعهم؟ هي القصرين مش في تونس، هي مش جزء من تونس. ما عندوش الحق ولد القصرين باش يكون بحذاه مستشفى جامعي محكوم على القصرين من وقت الاستعمار، من وقت البيات لليوم، باش اللي يعمل حادث فيها يمشي 400 كيلومتر باش يعالج. محكوم على ولد مدنين. سامحني خلينا نكمل فقط. مش نجاوبك. انا نجاوبك على رصد، انا مش جاوبك على رصد الميزانيه. انا مش نجاوبك. ولاد القصرين جزء من تونس، هذا مما لا شك. ولاد الكاف جزء من تونس، ولاد سيدي بوزيد جزء من تونس، ولاد مدنين جزء من تونس، وكل ولاد تونس من قابس لسوسه لصفاقس لغيرها كلهم ولاد تونس، ونحن ندافع على تونس وندافع على كل التوانسه. والثوره هذه جاءت من اجل وضع حد للحقره، وجاءت من اجل وضع حد للاستثناء. سي نور الدين البحيري، انت رئيس مستشار لدى رئيس الحكومه، ما انا وزير مش رئيس. سامحني شفت زله اللسان خاطر باش تجيبني للسؤال اللي بعده هاني باش نقول لك، ولكن هذا داخل في الحمله الانتخابيه. جاوبني، اعطيته رصدته في الميزانيه الكليات هذه ولا نعم ام لا سي نور؟ ثم مشاريع منجوز لها معناها من المبرمجه تم رصد ميزانيه لها، وثم مشاريع انطلقنا في الدراسة معناها متاعها، والبعض منها الأموال المخصصة لإنجازها حاضرة بموجب اتفاقيات مع بعض الدول معناها الصديقة. ولكن العبرة الرسالة ما تنسوهاش. نحب على كلية الطب. هي على كلية الطب الرسالة ما لازمناش ننساوها، واللي شاء الله تكون معناها أموالها جاهزة. رسالة ما لازمناش ننساوها، كونه هذه الثورة جاءت من أجل وضع حد للحقرة. ولاد سيدي بوزيد اللي نحييهم بمناسبة انطلاق ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي، ولاد سيدي بوزيد اللي نقولوا لهم بارك الله فيكم على ما فعلتموه وعلى ما انجزتموه حتى تحقق هذه الثورة. نقولوا لهم رانا نعتبروا سيدي بوزيد جزء من تونس، ونعتبروكم تستحقوا كل خير وتستحقوا كلية طب وأكثر من كلية طب. وراهو بعض الناس اللي سي نور الدين يستحقوا كياسات ويستحقوا كل شيء، ثقافه، ويستحقوا مستوصف، ويستحقوا مستوصفات، ويستحقوا مستشفيات جامعيه. عليها مستوصف فقط، عليها مستوصف فقط. نحب نقول لك علاش علاش مستوصف فقط؟ المستوصفات اللي في الجهات علاش ولاد سيدي بوزيد يافدوا؟ علاش ولاد سيدي بوزيد؟ علاش ولاد سيدي علاش نعملوا لهم مستشفى جامعي؟ نتمناو نعملوا لهم مستشفى جامعي. علاش ولاد الساحليه؟ نحب نسال سؤال، انا خلينا نسال انا. تفضل. ونسال بعض الناس. لا مثالش. ونسال بعض الناس اللي معترضين على كلية الطب في الجهات هذه، واللي يقولوا لنا علاش مستشفى جامعي في قفصه يا تم مستشفى جامعي في صفاقس. نقول لهم علاش ولاد سيدي بوزيد، وعلاش ولاد قفصه، وعلاش ولاد مدنين، وعلاش ولاد القصرين، وعلاش ولاد الكاف، وعلاش ولاد جندوبه، وعلاش ولاد سليانه يتفرض عليهم 50 سنه
باش كي واحد يعمل حادث خطير او كي واحد يتحرق او كي واحد معناها يحتاج لعمليه دقيقه او يحتاج باش يواجه مرض خبيث، علاش يهبط 500 كيلومتر؟ علاش ما نقربولوش المستشفيات الجامعيه؟ والحلول غير ما نجمش نقول لك غلط، اعطيتوا الاموال، علاش المستشفيات الميزانيه هذايا رسبتوا لهم في الميزانيه، حطيتوا سخرتوا اموال كل المشاريع تحتاج الى قرار وتحتاج الى دراسات وتحتاج تخصيص اموال للدراسات ثم تحتاج الى تخصيص اموال للتنفيذ. ونحن اتخذنا القرار وهو قرار شجاع يليق باهل الثوره ويليق بتونس ويليق بمبادئ الثوره وقيمها، وما عملناش حاجه ما يستحقوهاش، يستحقون هذا واكثر من هذا، يستحقون هذا واكثر من هذا اكراما للشهداء. وسننطلق في الدراسات الحكومات الجايه. تو انتم خرجتوا من نحن غير هذا هو القرار كيفاش اتخذ، وكما اتخذنا قرار بالمنهج العميق في لكن رجاء خلينا نقول لك فقط خلينا نقول فقط يلزم البعض من التوانسه، البعض من خياننا التوانسه اللي البعض منهم على الحسن نيه ينحيوا من اذهانهم انه سيدي بوزيد ما تستحق الا المستوصف، سيدي بوزيد تستحق المستوصف والمستشفى المحلي والجهوي والجامعي كذلك مثلها مثل كل ولايات الجمهوريه. كلهم يستحقوا انهم يكونوا كما نجيو في العاصمه كما في اي بلده ساحليه، كلهم يكونوا سواسيه. نحن مازلنا نناقش كيفاش ولد سيدي بوزيد يكون رئيس حكومه. اللسان نتاعي قبيله اللي قلت لك نحن مازلنا نناقش كيفاش. شكون يقول سي نور الدين البحيري؟ نحن بعد الثوره للاسف الشديد مازلنا نناقش كيفاش واحد من الجنوب يكون رئيس حكومه. مازلنا نناقش، وهذا عين الانقلاب على الثوره، هذا عين الخطا. ينجم يكون من الساحل وينجم يكون من المرسى كما ينجم يكون من المدنين وينجم يكون بالكاف وينجم يكون بالجندوبه. العبره بالكفاءه، العبره بالكفاءه وبالمصداقيه. انا باش نطلب منك سي نور الدين البحيري لثاني مره ان نمشيو بسرعه، عندي برشا اسئله اخرين. سي نور الدين موضوع طويل برشا، موضوع الجهات المحقوره. فما شكون يقول اللي نور الدين البحيري هو رئيس الحكومه الحقيقي وانت المهندس الاول لهذه الحكومه؟ اللي يقولوا كلام هذايا في الحقيقة ما يعرفوش نور الدين البحيري وما يعرفوش الأخ رئيس الحكومة. أنا واحد من أعضاء الحكومة في حكومة الأخ علي العريض الذي يكون له كل الاحترام والتقدير، والذي والحمد لله ربطتني به منها علاقة نضالية أكثر من 30 سنة، وأعرفه جيدا ويعرفني جيدا. والأخ رئيس الحكومة الأخ علي العريض قدها وجدود وقام ويقوم بواجبه سابقا في مقاومة الاستبداد واليوم في رئاسة الحكومة كأفضل ما يكون، وأنا لست إلا واحدا في فريق يسعى إلى العمل من أجل مصلحة تونس. نحن ما عندناش واحد يحكم في الكل، نحن عندنا فريق يشتغل من أجل إنجاز مشروع. أنا نحكي على اليوم توا نحكي على شخصك سي نور الدين البحيري وكقيادي في حركة النهضة. بعد حكومة سيد حمادي جبالي مجلس الشورى انتخبك، معلومات اللي عندنا تقول مجلس الشورى انتخبك أنت لرئاسة الحكومة، بعد تم الاختيار على سيد علي العريض. شنو صار بالضبط؟ علاش يعني حبوك تقعد ديما أنت رجل الخفاء لوم دو لومبر كياجي رجل الخفاء؟ ما عندناش رجال عنده العصا اللي تمشي الدنيا الكل. شوف نحن مناضلين، أقل واحد فينا عمره النضالي أكثر من 35 سنة. أنا دخلت حركة النهضة عام 77 وعمري أنا ذاك تقريبا 18 19 سنة. ماشي باش الناس تعرف عمري، مانيش صغير في العمر. تعرف معناها من عام تعرف معناها 77. اي اما ما جاوبتنيش على السؤال. معناها باش نقدموا على علاقتك بحركة. لا فقط 36 سنة في هذه الحركة. نحن مناضلين، نحن تربينا على أن نخدم هذه البلاد ونخدم هذه الحركة بكل ما أوتينا من جهد وبكل ما أوتينا من قوة، وما عندنا حتى حاجة أخرى. ونحن تربينا على نكران الذات، وتربينا على التواضع لبعضنا البعض، وتربينا على الوفاء لبعضنا البعض، والوفاء لمنها تونس. ولذلك أن يكون علي العريض، أن يكون نور الدين البحيري، أن يكون حمادي جبالي، أن يكون عبد الحميد الجلاسي. الحقيقة سي نور الدين البحيري شنو صار بالضبط؟ علاش بعد ما تم اختيارك أنت مشي يعني السيد علي العريض هو اللي عوضك على رأس الحكومة؟ والخير في مختاره الله ومختارهم الشورى واختارتهم مؤسسات الحركه، وما ندمناش على هذا. لا انا ندمت ولا الاخ علي العريض ندم ولا الحركه والحمد لله ندمت ولا تونس ندمت.
ولا تونس ندمت. واضح. سي نور الدين البحيري يقولوا توا كنت نقول لك اللي انت رئيس الحكومه الحقيقه وفهمتني اللي لا، يقولوا زاد اللي سيد نور الدين البحيري هو العقل المدبر في النهضه، بما انك انت الوحيد اللي ما عشتش سي نور الدين البحيري القطيعه بالسجن او بالمنفى، انت اللي ضمنت ديمومه حركه النهضه في تونس، وبرشا ناس تتسائل دايوغ علاش انت من دون الناس الاخرين، ويعني بشخصك انت ترى انه سياسه بن علي حبت تخلي فتحه يعني؟ وفي الحقيقه ما ثماش تونسي في احد بن علي ما عاناش من الظلم ومن الاضطهاد، والمجال مش مجال الحديث على شخصي، لكن خلينا نقول حاجه انه بعد انطلاق الحمله ضد الحركه الاسلاميه بسبب ما حدث في باب سويقه ذات يوم، نور الدين البحيري كان من اول من تم ايقافه من طرف اداره امن الدوله سيئه الذكر، وقضيت في الإيقاف أكثر من شهر تقريبا، وفي محاولة لإلصاق تهمة المشاركة في قضية باب سويقة بشخصين، فيما بعد تم اطلاق سراحي بعد ان تبين فعلا انه لا علاقه لي ولا علاقه للحركه ولا علاقه لمؤسسات الحركه بهذه معناها القضيه، وانه جزء مما قيل عن هذه القضيه واللي مشوا ضحيه لها ابناء معناها وشباب صغير اللي تحكم عليهم ظلما وعدوانا باطلا بالاعدام، سلبوا منهم ارواحهم ظلما وسلبوا منهم ارواحهم باطلا وسلبوا منهم ارواحهم في محاكمه لم تتوفر فيها ادنى شروط المحاكمه العادله، وكنت محامي فيها على فكره وانا دفعت فيها. ولذلك عندما تحدث على قضية باب سويقة بكل مرارة وبكل ألم، كيف نتذكر الولدات اللي تم الحكم بالإعدام عليهم وتنفذ فيهم حكم الإعدام، رغم اللي الشيخ عبد الفتاح مرو أقر بمسؤولية حركة النهضة. خليني نتكلم أنا نور الدين البحيري، خلينا نتكلم على روحي وربي شاهد علي، وعلى كل حال غدوة كيماش نتبسطوا فك المتر ونص هذاك مش يفيدنا حتى حد. رغم اللي موقف الشيخ عبد الفتاح مرو يلزمك سي نور الدين، أنا يلزمني ما عشته وما عينته. أنا عشت مع أبناء قضية باب سويقة في زنزانات وزارة الداخلية، لأنني وقفت تقريبا أنا وسي محمد بن نجمة والمرحوم عبد الكريم النوتي الله يرحمه وأخويا وصديقي في أول الأيام، وعاينت بعيني درجة التعذيب اللي تعرضوا له الولدات اللي اتهموا في قضية باب سويقة، عاينت شفت بعيني ولاحظت بعيني وبعقلي وبقلبي كيف أن هناك من كان يحاول توريط الحركة في هذه القضية، ومن كان يحاول إعطاء هذه القضية أبعاد أكثر من أبعادها في إطار قرار سياسي يقضي باستئصال هذه الحركة وبالتجفيف في ينابيع التدين بصفة عامة. وعلى فكرة حتى داخل السلطة في الوقت هذاك كان ثم رايين، كان ثم راي اللي دافع عليه المرحوم عبد الحميد الشيخ، واللي كان رافض معناها تحويل هذه الواقعة إلى مناسبة للدخول بالبلاد في متاهات التصفية ومتاهات القتل، وكان ثم تحالف اسمه تحالف الشر، ومعروف تحالف الشر هذا يكون كان فيه تحالف الشر وتحالف البؤس وتحالف التخلف وتحالف الكارثة اللي وصلت لها تونس بعد 20 سنة، لأنه الكارثة ما مستش حركة النهضة فقط، حتى الذين حرضوا على حركة النهضة فك القضية هذيك وبنسبة تلك القضية بعد كانوا ضحايا معناها للتعسف وضحايا للظلم وضحايا لمحاولات الاستئصال. سي نور الدين البحيري يعني انتم تعرفوا في الوقت هذاك شنو التحالف الموجود، التجمعين الاستئصاليين، تجمعين الذين لا يؤمنون بالتعددية، تجمعين الذين لا يقبلون بالرأي المخالف، تجمعين الذين يحاولون الاستئثار بالسلطة وبالثروة، مدعومين مجموعة من معناها من الاستئصاليين من اليسار المتطرف، اليسار خطير، اليسار بريء مما حصل في تونس، اليسار الوطني، اليسار المناضل، اليسار اللي منها بقوى فيه لمبادئه والقيم تاعه، اليساري اللي هو في الاصل مناضل من اجل الحريه، واليسار اللي هو مناضل من اجل العداله الاجتماعيه، واليسار المناضل ضد الطغيان وضد الظلم وضد النهب، ضد نهب ثروه الشعوب. ما نجمش يكون مع الاستبداد وما نجمش يكون بولونا في الاستبداد، هذا موظفهم المستبد وخدم بهم وفي بعد رماهم معناها رمي النواه، وتونس كلها تشبه هذا. خلينا نتوه الصفحه. قلت انا عشت مع ناس هذوما، عشت معاهم في زنزانات الداخليه، ولاحظت
درجة التعذيب اللي تعرضوا له، لاحظ درجة الظلم اللي تعرضوا له، لاحظ درجة التنكيل اللي تعرضوا له، ثم عش معاهم في المحاكمة، لأني كنت واحد من المحامين الذين ترافعوا في هذه القضية، ولاحظت كيفاش محكمة خلي التوانسة بالله يعرفوها هذه. تعرف شنو اللي صار في قضية باب سويقة؟ نترافع 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 نترافع. تختلي المحكمة للمفاوضة والتصريح بالحكم، والقاضي اللي تراس الجلسة مازال حي، والقضاة اللي كانوا أعضاء في المحكمة مازالوا حيين، واحد بركة توفى الله يرحمه مش لازم نذكر اسمه. يحصل خلاف بين أغلبية القضاة وبين أقلية في القضاة حول تطبق التعليمات. شنو التعليمات؟ تعليمات كانت واضحة وصريحة، وأنا أدعو السادة أعوان الضابطة العدلية، أعوان وزارة الداخلية اللي مازالوا حيين أن يقولوا الحقيقة في هذه القضية، وادعوا القضاة الذين أصدروا الأحكام في هذه القضية أنه يشهدوا بما علموا ويشهدوا بما عرفوا، مش باش نبريوا الناس هذوما، لا والله ما هو لاعتبارات حزبية، والله ما هو لاعتبارات فئوية، والله ما هو لاني انا محامي، ما هو لاني انا معناها في مقام اولادي البعض منهم والبعض منهم اصدقائي وفعلا اصدقائي ونتشرف بصداقتهم بما فيهم الذين حكم عليهم بالاعدام، لا. وانا عارف روحي تم ايقافي في قضيه باب سويقة على خلفيتها وانا يعرفوني، لا عندي الامور هذه ولا عندي حتى علاقه، انا كنت واحد من القيادات السياسيه لحركه النهضه، ولا كان واحد في القيادات السياسيه او التنظيميه مورط في هذه القضيه. طيب تعرف شنو اللي يصير اختي؟ خلي التوانسه يعرفوا، ما يعرفوش التوانسه الشيء هذايا، وانا تمنيت لو كانوا خيال اللي يحكوا على باب سويقة يحكوا على هذا. تختلي المحكمه للنطق بالحكم، تبقى لنا القرابه تقريبا الصباح صراع وصراع وصراع، وبعض القضاة دايخين الا داخ ولا مرض ولا كذا، لأن التعليمات كانت تقضي بضرورة إصدار أحكام بالإعدام، كانت تقضي بضرورة إصدار أحكام بالإعدام، كانت تقضي بضرورة إصدار أحكام بالإعدام، تعليمات سياسية. وهذا الفرق بيننا وبين الدكتاتور. لم نصدر والحمد لله وانا وزير عدل ولحد اليوم لم نصدر اي حكم من مقر وزاره العدل، ولم نتدخل في اي قضيه، واللي يقول عملنا خلاف ذلك يجي ويواجهني ويكافحني. هذا الفرق بيننا وبين الدكتاتور، هذا الفرق بيننا وبين الظلمه والظلم وظلمات يوم القيامه، هذا الفرق بيناتنا. كانت هناك تعليمات سياسيه من اعلى هرم السلطه ان يتم اصدار احكام بالاعدام ضد 4 من المتهمين في هذه القضيه. الأغلبية من القضاة الشرفاء النزهاء اللي البعض منهم عند ربي سبحانه وتعالى إن شاء الله ربي يرحمه، وإن شاء الله الموقف اللي خداه في القضية هذيك يكون مدخل ليه للجنة، لأن لن ينسى ذلك الموقف وسيكتب في عداد حسناته. رفضت المحكمة بأغلبيتها إصدار أحكام بالإعدام، صدرت أحكام أقصاها المؤبد 20 سنة. تعرف شنو اللي يصير؟ في 3 أيام أو 4 أيام تطعن النيابة العمومية في ذلك الحكم، يمشي الحكم محكمة تعقيب، قبل يمشيوا لك قبل ينتهيوا ال10 أيام نتاع أجل الطعن. وزميلي وأخي وصديقي محمد نجيب الحسني شاهدوا على ذلك، وصديقي وأخي عبد الرؤوف العيادي شاهدوا على ذلك، وسي محمد شقرون العميد محمد شقرون اللي توانسه نساوه، واللي للأسف الشديد حتى المناضلين نساوه، اللي نقولوا رحمة الله عليك لأنه كان بطلا في زمن عز فيه الأبطال، وكان أسدا في زمن عز فيه الأسود وكثروا فيه الثعالب، وأنه كان أسد هو سي بالقاس خويس الله يرحمهم. وأنا بالمناسبة تحية لعائلتهم الاثنين، ودعوة لمناضلي حركة النهضة ودعوة للمناضلين الوطنيين الصادقين أن يعطوا لهذين الرجلين حقهما. خليني نكمل فقط. في أقل من 10 أيام تتعين جلسة في التعقيب، نطلعوا لمحكمة التعقيب باش نترافوا، عرضنا واحد من القضاة اللي هو عضو في الهيئة الحكومية، عرضنا هابط من الدروج، يقولوا لنا راه صدرنا الحكم، صدروا الحكم بالنقض والإحالة من جديد على محكمة الاستئناف في تونس. رجعت القضية لمحكمة الاستئناف، جابوا لنا قاضي ما نجمش يقرأ لأنه مصاب حشاك بنوع من العماء وهذا ما في حد شيء، منعنا من المرافعة. نطلبوا التأجيل في قضية ناس مهدفة بالإعدام يأجل لنا نهار، وكان وقتها العميد هو العميد منصور الشفي، وانسحبنا كلسان دفاع. وحتى بعض الزملاء الذين ينوبون القائمين بالحق الشخصي رفضوا هذه المسرحية. وصل للقاضي لأنه مش عارف شنو اللي ثم، وجايب تعليمات يكلف واحد من المحامين اللي ينوبوا القائمين بالحق الشخصي باش يترافع المتهمين.
تقولوا يا سيد الرئيس راه ما يجيش، انا راني النوب القائم بالحق الشخصي، كيف لي ان اكون كذا؟ وعلى فكره هذه القضيه كانت هي السبب في صدورك القائمه نتاع المحامين، والقائمه اللي مش مس القوائم هكا منشوره تنشر في العداله الانتقاليه، كانت سبب وراء صدور قائمه من رئاسه الحكومه انذاك في المحامين وفي الاطباء، المحامون الذين لا يجوز التعامل معهم مطلقا، ويحجر على كل مؤسسات الدولة والمؤسسات العمومية التعامل معهم، والمحامون الذين يجب أن ينهلوا ويشاركوا في عملية النهب ويستغنوا. ليش؟ لأنهم ما رفضوش النيابة القائم بالحق الشخصي في قضية بوسويقة. لعلمك إحدى المحاميات التي كانت تنوب التجمع الدستوري الديمقراطي في هذه القضية وقت اللي سمعت كونه ما ثماش إعدام مش داخت فرحة لأنه ما ثماش إعدام. تصور محامي يدوخ، مش يدوخ لأنه فرح لأنه ما ثماش إعدام، يدوخ لأنه فرح لأنه خاف لأنه تعليمات سياده ما تطبقتش. حبيت تحكيها لأن تعرف علاش؟ لأن بقات في قلبي بكل صراحة توجه بها التوانسة الكل، حركة النهضة للناس اللي ما توجه بها التوانسة الكل. قول لهم يا توانسة ربي سبحانه وتعالى أكرم تونس بثورة، وبرشا ناس حتى ال 14 جانفي وانت ماك تعرف ال 13 ثم جماعه قالت جماعه سيبوه يا ولدي هاو رجع للطريق المستقيم تعطيوه فرصه. ربي اكرمهم بثوره من حيث لا يدرون، وهالثوره هذه اهم ما جابته وعز ما جابته، وعز ما يمكن تجيبوا ثوره. جابت الحريه وجابت الكرامه وجابت الراس المرفوع وجابت العدل وجابت الانصاف وجابت ما ثماش وزير فوق القانون وما ثماش رئيس حكومه فوق القانون، ولذلك ما ثماش فبركه قضايا، ولذلك ما عادش نهبان اموال الناس واملاك الناس، ولذلك ما عادش ثم قضاة يحكموا بالتعليمات حتى كيف يغلطوا. مازالش يعني كي كنت وزير عدل سي نور الدين البحيري جاك برشا لوم على تعاملك في بعض القضايا، في قضيه قائمه المحامين، يعني رغم يعني لا احد نسب لي وزير في نحكي على القضاة المعزولين، حتى ان وزير العدل الحالي يقولوا هو يمشي ب يعني ما يسيره سيد نور الدين البحيري. هذه يا جماعة معناها جماعة هذه يحدثوا عنه هذا الكلام ما يوفاش، هذا كلام ما يوفاش وما لازمناش نلتفتوا له لأنه تعودنا به وتعودنا ما أكثر منه. يعني يقولوا نور الدين البحيري كان وزير عدل إذا قالوا شنو الحجة شنو الدليل؟ كيف نقولوا بالعكس؟ كيف نقولوا الحمد لله شرف لنا أن ما تدخلناش في القضاء، وشرف لنا أنه خلينا القضاة يخدموا باستقلالية، وشرف لنا أنه عولنا. اللي باش تقعد لك سي نور الدين البحيري وقت اللي كنت وزير عدل، قائمة القضاة اللي خرجت هذيك كان تفكروا نهار السبت يعني وصار عليها ضجة كبيرة من داخل الجمعية والنقابة نتاع القضاة، قالوا كيفاش سيد نور الدين البحيري يتعامل بالطريقة هذه مع القضاة. ورغم اللي هذا كان مطلب من مطالب القضاة الشرفاء، وكان مطلب من مطالب الجمعية، وكان مطلب من مطالب المجتمع المدني، وكان مطلب من مطالب الثورة وشباب الثورة واطراف الثورة. وعلى كل حال انا ان شاء الله يا ربي نكون في هذا الموضوع ما ظلمت حتى حد، وان كنت صاحب قرار عرض الملف على رئيس الحكومة فلم اكن الذي معناها درس الملفات، لأن الملفات هذه وقفوا عليها رجال وهم قضاة والبعض منهم مازال. ثم ناس تحسوا روحهم تظلموا سي نور الدين اللي حس بروحه تظلم التجا للقضاء وقدم مطلب في ايقاف التنفيذ، ومحكمه المحكمه الاداريه. وانت ما تحسش روحك غلطت يعني في القضيه هذه بالتحديد؟ يعني ما حققش تعاطيت معها بالطريقه في هذه القضيه بالذات لم اشعر بانني مخطئا، لان نعتقد ان السلطه القضائيه هي سلطه اساس لكل ديمقراطيه، وانه الزوز ركائز التي توقف عليهم الديمقراطيه هي الاعلام الحر والقضاء المستقل، وانه الاعلام الحر معناها مش ممكن يقوم الا باحترام السلطه السياسيه لحريه الاعلام، ولكن بتطهير الشرفاء الاعلاميين الشرفاء قطاعهم من الشواذ والشاذ يحافظ على القياس عليه، ولأن السلطه القضائيه المستقله كذلك لا يمكن ان تقوم اذا استمر من يشوه القضاء، واذا استمر من يمس من ثقه الناس في القضاء، واذا لم سيرش القضاء ثقه الناس فيه. ولذلك قلت بالنسبه لقضيه بوسويقة واختم، قول هذه القضيه اللي تقال فيها الكثير وانا عشتها من اولها لاخرها، كانت سببا في الكثير من الألم المئات العائلات معناها التونسية، وكانت دليل قاطع وحجة يعني عشناها كيفاش البشر تحرم منه روحه وتسلب منه روحه بدون معناها أي سبب، وكانت دليلا على أنه الظلم ما يدومش، والظلم ما يدوم لحتى حد، والظلم ما يحمي حتى حد،
وان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي ما نكونوش من الظالمين وما نكونوش مما ظلمنا معناها حتى حد وما نكونوش مما تعداو على حق حتى واحد. سي نور الدين البحيري مازال عندي 5 أسئلة، الأسئلة هذه نحب إجابة سريعة. نور الدين البحيري، شنو حقيقة القول أنك تمثل الوجه البراغماتي للنهضة في مقابل التيار المتشدد والمحافظ؟ أنا واحد من أبناء هذه الحركة، تربينا على احترام الرأي المخالف، وتربينا على احترام التعدد والتنوع، وتربينا على انه ما قال عليه ربي سبحانه وتعالى لولا دفع الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. تربينا انه التقدم والتطور والافكار النيره والخيارات الصالحه والناجحه ما تنجم تتحقق الا بالاحتكاك، وتربينا على نبذ العنف واحترام الطرف معناها المخالف. نحن هذايا ماهوش خيار شخصي، تؤكد انك عندك تمثل النهضه في هذا مدرسه تربينا عليها منذ كنا صغار، والمدرسه هذه مش اليوم، هذه مدرسه تونسيه أصيلة، هذه مدرسة تنبع من معناها معين الإصلاح اللي توفر في بلادنا منذ قرون. هذه المدرسة رموزها وخيراتها عبد العزيز الثالبة اللي رحمه، سالم بوحاجب، الفاضل بن عاشور، الطاهر بن عاشور، التي حتى الآن يعني ماهيش قاعدة تتجدد، نشوفوا ديما في نفس الوجوه اللي كانوا هم على أول حركة النهضة. أين اللي معناتها مانيش نشوفوا في الشباب في مقدمة حركة النهضة؟ أكثر الحركة تجديدا في قياداته حركة النهضة. في القيادات بالعكس ما نشوفوا نحن مجلس الشورى ونشوفوا المكتب التنفيذي ونشوفوا المؤسسة معناها القيادات الجهوية والمحلية. هذه الحركة تتجدد يوما بعد يوم، حركة متجدد، وسبب التجدد نتاعها واضح وصريح، هو التعاطي مع الواقع. نحن نبعث أين المصلحة، فين المصلحة، فين نحن مع احترام مبادئنا وقيمنا ومعناها ما تربينا عليه من أخلاق ومن طموحات. إن شاء الله ما نخرجوش مبادئنا. سي نور الدين، النهضة بعد راشد الغنوشي، هذا سؤال نسألوه. فما ناس تقول معطيات اللي عندي أنا، أنت باش تأكدها لي سي نور الدين البحيري، أنه خليفة سيد راشد الغنوشي على رأس الحركة هو نور الدين البحيري، أو نعرفوا اللي فما مؤتمر الحركة باش يجي عام الجاي. اللي لازم تعرف كونوا لي الشيخ راشد الغنوشي مكانة كبرى في الحركة. الشيخ راشد هو الأب بالنسبة لأبناء الحركة، وهو المعلم وهو القدوة وهو المثال وهو الرمز، ولذلك مكانته تتجاوز مكانة رئيس حزب أو رئيس حركة. الشيخ راشد هو اللي ربانا وهو اللي كونا وهو اللي علمنا بعد عمر طويل، بعد عمر طويل إن شاء الله، بعد عمر طويل معناها إن شاء الله. ما عادش بعد من رئيس الحركة تجي أنت باش يجي السيد نور الدين البحيري على رئيس الحركة. وأهم ما عمله الشيخ راشد الغنوشي أنه ربوا من حوله رجال قادرين على هل أنه نور الدين البحيري باش يكون هو على رأس الحركة؟ هذا هو سؤالي سيدي. من يكون على رأس الحركة الآن؟ من هو على رأس الحركة الآن؟ هو الشيخ راشد الغنوشي، وهو منتخب في مؤتمر. ومن سيكون على رأس الحركة إذا اختارت الحركة معناها غير هذا، سيكون معناها إفراز من مؤتمر ديمقراطي كما مؤتمرات معناها الحركة. والحركة تعج بالطاقات وتعج بالكفاءات وتعج بالرجال والنساء الذين صدقوا ما عاهدوا الله معناها عليه، والذين هم على العهد متشبعين مبادئ الحركة وقيمها. والمشكلة الحركة خوجوا حاجة، حركة النهضة عمرها ما وقفت على شخص، واضح، وعمرها ما تعطلت على شخص. كان السيد راشد الغنوشي ولا لا حتى الشيخ راشد الغنوشي كان في وقت من الأوقات لم يكن رئيسا الحركة ولم تتوقف معناها الحركة، وكان الشيخ راشد الغنوشي خارج تونس، وكانت الحركة في تونس تشتغل وتتحرك في ظروف. وعندها نور الدين البحيري في تونس. مش نور الدين البحيري، فيه برشا رجال، البعض تعرفوهم والبعض ما تعرفوهم بشكل فهمي. والحمد لله وقت الخروج من الحكومة، يعني توا نعرفوا اللي تجي حكومة جديدة، وزراء حركة النهضة باش يخرجوا من الحكومة، نعم أم لا؟ نعم. ايش باش يعملوا؟ وين باش يمشي وشنو اللي باش يعاودوا؟ وزراء حركة النهضة دخلوا هذه الحكومة مناضلين من أجل تونس، ويخرجون منها لمواصلة النضال من مواقع أخرى، دعما لهذه التجربة، محافظة عليها، حماية لها من الانتكاس، وحماية لها من قوى يعني البرنامج الانتخابي، ومساعدة على إيصال اللي يهمنا مش أن ننجح في الانتخابات. كي تصير الانتخابات إذا كان حزب ما عندوش معناتها في أهميته الهدف نتاعو الأصول وربح الانتخابات، لويش يعني داخل الانتخابات؟ يعني كل حزب هذاك الحزب اللي يفهم، تقولوا الحزب الأكبر، هذاك الحزب اللي قيم نجاحه، هذاك الحزب اللي قيم نجاحه الناس في القاعدة نتاعكم. لا، هذاك الحزب اللي قيم نجاحه وفاشله بمدى نجاحه في الانتخابات. في بلاد ديمقراطية يعني اعتادت على الديمقراطية، والديمقراطية فيها معناها صلبة وقوية. نحن عندنا أولويات أهم النجاح في الانتخابات.
احنا عندنا تجربه انتقال ديمقراطي، وعندنا ثوره ما زالت مهدده، وعندنا سفينه في قلب البحر لازمها توصل شاطئ الامان. البحيري فيما يخص الحكم، وانتم يعني مارستوا الحكم حركه النهضه، نعرفوا وسامحني في الكلمه الحكم يعري يعني يل دينود، ما غلطتوش يعني كي مشيتوا للحكم وانتم ما عندكمش تجربه، ما مارستوش الحكم سابقا؟ ما ثماش واحد يعني لو كان مش نعملوا هكا، على حقيقتكم، لو كان مش نعملوا هكا ما نمشوا للحكم من ما تكون عندنا تجربه معناها نرجعوا بن عليه باش يحكم، وفي الاخر يولي محكوم على الشعب التونسي باش يحكموه مضطهديه، وباش يحكموه الذين نهبوه، وباش يحكموه الذين معناها كذا. وثم نحن انفسنا اخي بعد الحركه الوطنيه وبعد النضال ضد الاستعمار اللي حكموا تونس عندهم تجربه في الحكم، مو حكمها شباب تونسي معناها يدافع على بلاده ويحب يبني تجربه ويحب يبني معناها ينجح تجربه. ولذلك نحن كي جاء قدامنا التحدي تحدينا التحدي وتحملنا مسؤوليتنا، مش نقزنا على الكراسي، تحملنا مسؤوليتنا بس سفينتنا ما تغرقش، وقدنا هذه السفينه. والحكم على انه نجحنا ولا ما نجحناش خلينا نخليه للتاريخ، خلينا نخليه للتاريخ ونخليه للشعب التونسي. زوز اسئله سي نور الدين البحيري، حركه النهضه ما زالت حركه اسلاميه؟ حركه النهضه حركه اسلاميه تونسيه ديمقراطيه اصيله في تونسيتها، تنبأ معناها تنهل من معين الإسلام المالكي، الإسلام المعتدل، الإسلام المتسامح. هي معناها امتداد لحركة الإصلاح الوطني وحركة الإصلاح الإسلامي التي عرفتها تونس وعرفها العالم الإسلامي، واللي من رموزها كما قلت الشيخ الثعالبي، الشيخ طاهر بن عاشور، الشيخ سالم بوحاجب، الشيخ الفاضل بن عاشور وغيرهم من قيادات هذا التيار المتنور، هذا التيار الذي يبحث يعني على بناء الدولة الحديثة. حركتكم هذه هي يعني على بناء الدولة الحديثة في انسجام بين قيم الإنسانية الخالدة، قيم العدل والحق والحرية، وبين قيم الإسلام الخالدة، قيم العدل والحق والحرية. ولذلك نحن حركة إسلامية وطنية تونسية لحما ودما بنسبة 100%، وذلك سر نجاحنا إلى هذه اللحظة في تخطي الصعاب، وسر نجاحنا في إفشال كل المؤامرات ضد هذه الثورة، وسر نجاحنا في القدرة على الانسجام مع مجتمعنا والتعايش مع كل ابناء تونس مهما كانت انتماءاتهم. يعني سيد نور الدين البحيري رأى اللي الاسلاميين مازال عندهم مشروع لتونس بعد التجربه هذه نتاع عامين. الاسلاميين اصحاب مشروع، شيء طبيعي، وتونس محكوم عليها ان تبني تجربه وتعيد بناء الدوله الحديثه مش على اساس العداوه والتنافي بين قيمنا وأصالتنا وعروبتنا وإسلامنا والانتماء لمحيطنا الذي عشنا فيه ونشأنا فيه وتربينا فيه، وأصبح بيننا وبينه معناها روابط قوية عاطفية وعقلية وتاريخية. نحن نؤمن بأن هذه الأمة وأن هذا الشعب العربي المسلم المعتز بعروبته ومعتز بإسلامه يمكنه أن يبني دولة حديثة على أساس مش على أساس التنافي والتضاد، بل على أساس الانسجام وعلى أساس التمازج بين الأصالة وبين الحداثة، بين التاريخ وبين أن نحيا عصرنا. تونس يمكن أن تكون مثالا، وهذا علاش برشا ناس تحب تفشل تجربة تونس، لأن تونس ستكون وإن شاء الله ستكون مثالا لإمكانية بناء دولة ديمقراطية حديثة عصرية تقدمية، حتى في ظل الانسجام مع القيم الهوية العربية الإسلامية. هذا مشروعنا اللي نظن من أجله، وهذا مشروع شعبنا، لأنه سر النجاح، لأن تجربة التنافي والتضاد فشلت، وأنتم تعرفوا الشيء هذا فشلت، وتجربة الانسجام وتجربة معناها التعاون وتجربة التمازج بين ما هي أبعاد حضارية، ما هي أبعاد ثقافية، ما هي أبعاد اجتماعية، ما هي أبعاد قيمية ستنجح إن شاء الله. ونقول التوانسة بمناسبة نختم كلمة فقط، اسمح لي مرة أخرى أن أهني التوانسة
بذكرى ثورتهم، انطلاق ثورتهم المجيدة، وندعوهم أن يجعلوا من الأيام الفاصلة بين 17 ديسمبر 14 جانفي أيام للاحتفاء بالشهداء وعائلات الشهداء، أيام للاحتفاء بوحدة الشعب التونسي، أيام لأن نضع يدنا في يد البعض، أيام لنستحضر أرواح الشهداء من كل الاتجاهات ومن كل الأطياف ومن كل الجهات، أيام أن نقول للتونسيين أننا منتصرون، وأن نطمئن الشهداء في قبورهم إن شاء الله ونطمئن أرواحهم أننا على العهد لن نحيد، وأننا إن شاء الله لمنتصرون، وأن نقول للعالم انتظروا تجربة، انتظروا تجربة، انتظروا شمعة مضيئة ستزداد إضاءة وازداد وشعاعا. كلما حاول البعض إطفائها يريدون أن يطفئوا نور الله بوفاهم، والله متم نوره ولو كره الذين كفروا بهذه الثورة والذين كفروا بهذا الشعب والذين يئسوا من إمكانية أن نبني هذه التجربة في بلادنا. وإن شاء الله شعبنا ما يعيش إلا الخير، وإن شاء الله كما نجحنا ثورتنا بالوحدة. وكلمتي خاصة لأصدقائنا في المعارضة، أصدقاء النضال، إخوة النضال، وأقول إخوة بالفم العين والله ما نفقهم، الذين ناضلوا معنا ضد الدكتاتورية يقولون من نجحنا بالوحدة إجاوا مع بعضنا نحققوا هدف ثورتنا ونحققوا هدف شعبنا ونحققوا طموحات شهدائنا وثوارنا إن شاء الله. شكرا لك على رحابة صدرك، وشكرا لك على صراحتك سي نور الدين البحيري. وشكرا لك لهذه الفرصة التي أتحتها لي، ونحن على بعد يوم واحد تقريبا من ذكرى عزيزة وعزيزة جدا على كل التونسيين، ذكرى انطلاق الثورة المجيدة من أرض سيدي بوزيد، أرض المجاهدين والأبطال. القيادي في حركة النهضة كان ليلة في لقاء خاص معنا. شكرا لكم اللي كنتم معنا، في الأمان.